انا عارف ان انا غايب عنك بقالي فتره، بس انا جاي النهارده علشان اعوضك. وزي ما انت شايف سيت اب جديد، وباذن الله حلقه جديده هتعجبك. طبعا انت مستغرب العنوان، بس خليني اقول لك ان الحلقه هتبقى اغرب كمان. ده طبعا ايلون ماسك، ولو انت مش عارفه ممكن تعرف عنه شويه من الحلقه اللي فاتت. بس باختصار يا جماعه، الراجل ده هو اغنى راجل في العالم، وكمان صاحب اهم الاختراعات اللي موجوده في العصر الحديث بتاعنا. وزي ما بيقول عليه ناس كتير جدا ان هو قائد ثوره التجديد. يعني الراجل ده ما بيخشش على اي مجال كده والسلام، لا لا، ده بيخش على كل نقاط الضعف اللي موجوده في المجال ده. يعني مثلا مجال زي مجال البيئه، الراجل ده قال انا هخش فيه، فعمل شركه سيارات كهربائيه وسماها شركه تسلا، والشركه دي بقت الاشهر في العالم. قالوا خلاص احنا عندنا مشكله في النت والنت بتاعنا مش سريع قوي، قال انا خلاص هعمل لكم مشروع ستارلينك بالتعاون مع الشركه المشروع بتاعته شركه سبيس اكس. والنت ده طبعا يا جماعه انتوا عارفين سرعته اعلى بكتير وبيغطي مساحات اكبر من سطح الارض. الراجل ده يقف عند كده؟ طبعا لا. سمع مجموعه من النشطاء بيقولوا ان مفيش حريات على مواقع التواصل الاجتماعي، قام على طول راح شاري شركه تويتر كلها. قالوا خلاص احنا هنعجزه في مجال الذكاء الصناعي، لان الناس كلها نفسها تتقدم للاحسن ما عدا ايلون ماسك. شايف ان الذكاء الصناعي ده يا جماعه حاجه خطر جدا، لان ايلون ماسك شايف ان الذكاء الصناعي ما ينفعش يحكم العالم لوحده خالص، لحد ما قال جملته الشهيره، افتكروا كلامي، الذكاء الصناعي اخطر من النووي. ايوه ما تستغربش، هو قال كده. وهو ايلون ماسك من وجهه نظره شايف ان العالم يتشارك ما بين الانسان وما بين الذكاء الصناعي، فيبقى عندنا نسخه متطوره اكتر من الانسان. يعني من الاخر احنا نعلي قدرات الانسان، فالانسان ساعتها هيبقى عنده قدره اكبر على الابداع. انا حاسك برضو مش فاهم، وزمانك الوقت قاعد تقول يعني هو عايز ايه الراجل ده، بس انا هبسطها لك يا سيدي. انت عارف الليمب 8 جيجا؟ من الاخر ايلون ماسك عايز الناس كلها كده تبقى زيه. زمانك انت دلوقتي قاعد مستغرب وبتقول لي انت بتقول ايه يا عم؟ اهدى كده وابلع ريقك. بس انا اقول لك والله هو ده اللي عايز يوصل له، بس هو حاليا جايبها من ناحيه الطب. تعال خلينا نفهم الموضوع من الاول. في سنه 2016 ايلون ماسك راح اشترى شركه متخصصه في مجال صناعه الاطراف الصناعيه بالتعاون مع الذكاء الصناعي، والشركه دي على طول سماها شركه نيورال لينك. بس الشركه دي بدات تطلع للناس كده والناس تعرفها في سنه 2017، وعلى طول بعد ما اشتراها طلع في تصريح مع موقع ويب بادواي، وقال ساعتها ان الشركه دي هدفها انها تعمل اجهزه لعلاج امراض الجهاز العصبي المركزي، وفي وقت قصير وفي دقه بالغه. وساعتها يا جماعه ايلون ماسك ما اكتفاش بالتصريح ده طلع بتصريح تاني اخطر واهم كمان. قال ان الشركه دي في المستقبل ممكن تطور تقنيات واجهزه، التقنيات والاجهزه دي هتساعدنا على تبادل الافكار عن بعد بدون الاستعانه باي محادثه. طبعا انت دلوقتي بدات تستغرب، بس خلينا ماشيين في القصه بالترتيب الطبيعي بتاعها. والغريب ان بعد التصريحات الروشه دي ايلون ماسك شغل في الشركه دي 100 واحد بس. المهم، الراجل ده يا جماعه طلع من سنتين كده بعد ما كان الموضوع نام خالص، وقال ان الشركه بتاعته اخترعت شريحه سمكها 5.8 من 10 مللي، خارج منها شعيرات سمك الشعيره الواحده منها ارفع من الشعره ب10 مرات. هتقول لي ايوه برضه، يعني مفيش اندهاش، مفيش شركات كتير عملت شرائح قبل كده. هقول لك عندك حق، بس انا والله جايب لك الاندهاش كله كمان شويه، قبل رأيك كده اصبر عليا. المهم يا جماعه ان ايلون ماسك طلع وقال ان الشريحه دي هيبقى لها قدره رهيبه جدا على علاج المشاكل الخاصه بالمخ. يعني ايه برضه؟ من الاخر كده، يعني لو واحد مثلا فقد البصر بتاعه حتى لو كان عصب البصر اتقطع قطع تام، هيرجع يشوف. كمان قال ان الواحد لو مش بيسمع هيرجع يسمع تاني. كمان تخيل برضه ان لو واحد عنده شلل السبب فيه المخ، هيرجع يتحرك من تاني. اكيد الموضوع ده جميل جدا وحاجه حلوه قوي، بس خليني اقول لك ان الاندهاش لسه ما جاش. انا عايزك بس تصبر عليا، وباذن الله النهارده هتسمع حاجات هتحبها قوي. قال ان الشريحه دي هيبقى لها قدره رهيبه جدا انك تخليك تعمل حاجات من غير ما تحرك ايدك، مجرد بس انك تفكر في الحاجه دي في دماغك الحاجه دي هتتعمل. لا ازاي بس كده؟ صلى على النبي، احنا عايزين نفهم بالراحه. والله قام قايل لك ان هم جابوا الشريحه دي وركبوها كده على اعزكم الله خنزير زي ما انت شايف قدامك، وعلى حبه حركات كده وحبه سوفت وير انا ما اعرفوش طبعا، قال لك ان هم بيقروا حركه الخنزير وبيقروا هو عايز يعمل ايه من قبل ما يعملها. واحد نصح كده يقول لي طب ما عادي الموضوع ده، انا شفت شركات كتير عملت الموضوع دي وقرت الحركه اللي الانسان عايز يعملها بعد كده. هقول لك ايلون ماسك طلع وقال انا عايز استغلها. يعني مثلا قال لك كده انت عايز تعمل حاجه على الموبايل، بس الموبايل بعيد عنك شويتين. واحد هيقوم قايل لي والله انا هنده على سيري واقول لها شغلي اللي انا عايزه. اقول لك طب افرض مثلا انت مش مشغل سيري، اقول لك لا سيبك من موضوع سيري خالص. افرض مثلا كده انت قاعد على السرير بتاعك في ليالي الشتاء الجميله الدافئه، وانت خلاص قررت انك هتنام، بس للاسف النور كان مفتوح. ماذا ستفعل؟ هيطلع واحد ناصح من اللي قاعدين معانا برضه ويقول انا عامل مفتاح جنبي. هقول لك انت كده جبت اخرك معايا. طب افرض معايا يا محترم، انت قاعد وبتتفرج على التلفزيون في ليله هاديه جميله، بس كل الكلام ده كان من ورا الحاجه، ومشغل فيلم حلو كده وقاعد. المهم الريموت كان بعيد عنك والحاجه صحت، وانت عايز تعمل نفسك ميت. ماذا ستفعل؟ المهم قام ايلون ماسك قال لك والله انا لقيت لك حل. ده حتى يا محترم لو انت ما انتش مشغل سيري، او كمان مش جنبك مفتاح للكهرباء او اللمبه اللي فوق، هتقدر تتحكم في كل الاجهزه الكهربائيه اللي حواليك
بمجرد التفكير. ايوه بقى على الاندهاش، بس خليني اقول لك ان لسه في اندهاش جاي، فاستحمل معايا بقى. انت اللي طلبت زمانك دلوقتي بتقول سمعني، فانا هقول لك يا محترم. هقول لك عارف الليمبي 8 جيجا مش كان عامل كده زي سجل مدني صغير كده في دماغه؟ هقول لك كمان عارف فرصه السفر اللي ضاعت منك علشان ما كانش معاك كورس انجليزي؟ انا عايزك ما تزعلش كده، خليك معايا احنا لسه في الاول. ايلون ماسك قام طالع لك من الفانوس السحري بتاعه وقال لك والله الشريحه دي هتبقى عامله زي الهارد، هتخزن عليها كل حاجه انت عايزها. ايوه يعني انت بتقول ايه يا اسطى؟ يعني من الاخر انا لو عايز اتعلم حاجه اقوم حاططها على الشريحه كده من الكمبيوتر مثلا، انزل الداتا بتاعتها وابقى كده حفظتها؟ والله زمانك دلوقتي بتقول يعني الفسيولوجي والفارما والمحاسبه وكل المعادلات ده هيبقى كده عادي؟ إيه انت اكيد بتهزر. لا احنا متفقين مع بعض، الموضوع كله من اوله لاخره هيبقى فيه تخيل وهيبقى فيه اندهاش، فانت خليك معايا علشان تندهش وتتخيل. لازم تتخيل يا صديقي ان اللي احنا بنتكلم فيه ده كله اصلا حاجه جديده كليا علينا. عارف بالظبط كده من 10 سنين لما ساعتها الموبايلات كانت لسه نازله، ووالدك او جدك كده قاعد يقول لك لا مستحيل انا ما امسكش انا الحاجات دي، واول ما حته التاتش نزلت كده قال لك لا 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 مستحيل يا عم انت بتقول ايه، ما ينفعش خالص. دلوقتي هتلاقيه عيني قاعد على الفيس اكتر ما بيقعد معاكم. اهو ده بالظبط اللي ممكن يحصل في خلال الفتره الجايه. حاجه هتبقى غريبه جدا على الجيل بتاعنا، حاجه من الاخر الجيل بتاعنا صعب انه يتخيلها وصعب انه يتقبلها بسهوله، بس الاجيال الجايه والاجيال اللي بعدها هتبقى بالنسبه لها حاجه من اساسيات الحياه. هتقولي ايه اللي مخليك متاكد كده؟ ده المؤتمر كان من سنتين. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الوقت ده؟ صحيح ما انا ما قلتلكش، ما هو طلع في مؤتمر تاني من كام يوم كده واعلن نفس الكلام تقريبا، وقال ان الشريحه دي هتقدر تتعلم من عليها وتخزن عليها حاجات فوق ما تتخيل. ازاي الكلام ده بقى؟ جاب والله كده اعزكم الله قرد، وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه في الفيديو اللي قدامكم القرد ده قاعد يلعب فيديو جيمز. والله زي ما بقول لك يعني ده اللي قدامك قاعد يلعب فيديو جيمز وما شاء الله مستمتع يعني وبيعرف يلعب. القرد ده متركب له الشريحه اياه، ومركبين له على الشريحه دي او مسجلين له عليها معلومات ان هو ازاي يقدر يلعب اللعبه دي. سامعك اللي قاعد تقول الموضوع ده هيتنفذ امتى؟ والله انا مش قادر اتنفس. والله وحسب التوقعات فناس كتير بتقول ان الموضوع ده هيبدا يتطبق وينتشر ما بين الناس بعد تقريبا حوالي 10 سنين مثلا. بس هو اصلا ايلون ماسك كان طالع في المؤتمر اللي فات ده علشان يقول انا خلاص انا جات لي الموافقه من قبل السلطات ان انا اطبق الموضوع ده على البشر. تجربه على البشر هتبدا تتم قريب وكلنا هنشوف اثارها باذن الله. يعني ما تستبعدش مثلا بعد فتره تلاقي انسان بالمواصفات اللي احنا بنتكلم عليها دي. زمانك دلوقتي قاعد تقول عمليه زي دي هتبقى صعبه بقى وناس كتير مش هترضى تخش تعملها علشان صعوبتها يعني. والله خليني اقول لك ان ايلون ماسك ده راجل ذكي جدا، ما بسيبش حاجه كده للفرصه او حاجه كده للحظ، لا بيفكر يا جماعه. ايلون ماسك يا جماعه عمل روبوت مخصوص يقدر يعمل العمليه دي وبنسبه نجاح عاليه جدا وفي زمن قياسي 45 دقيقه. انا حاسسك برضو انك مش مطمن، بس خليني اقول لك ان مش انت لوحدك اللي مش مطمن. علماء كتير بدأوا يبينوا قلقهم من ان قد ايه الشريحه دي خطيره وانها حاجه صعبه جدا على الانسان، والعجيب انهم ما اتكلموش على كميه المعلومات اللي يقدر الانسان يحصلها وان هو يقدر يبقى عنده معلومات بحاجات كتير جدا وفي مجالات مختلفه يعني. الغريب انهم اتكلموا وقالوا ان الشريحه دي ممكن يتعمل لها هاكينج وانسان مثلا يسرق معلومات انسان تاني، او انسان مثلا يقدر يحط حاجه على شريحه الانسان التاني. بصراحه برضو موضوع خطير. على طول شركة نيورالينك طلعت بتصريحات وتقارير بتقول فيها إن الشركة مالهاش أي قدرة على إنها تخش على الشريحة، إنها تعرف أي تقارير تخص الإنسان أو تخص الشخص اللي حامل الشريحة دي. ومش بس كده، دي كمان قالت إن أهم حاجة عندنا هو حماية خصوصية مستخدمين. فوالله بقى الموضوع يعتمد على قد إيه أنت مصدقه، وعلى قد إيه أنت شايف إن المعلومات اللي في دماغك دي خطيرة ومهمة. لأن أنت لو شايف إن ده أخطر حاجة فخليني أقول لك إن في حاجة أخطر لازم نتكلم عنها برضه. تخيل معايا ان هم طلعوا وقالوا ان انت تقدر تخزن كل ذكرياتك على الشريحه دي، تعين ذكرياتك عليها واللي انت عايز تمسحه منها تمسحه. تخيل معايا يا صديقي انك تمسح من دماغك ذكريات الابتدائي المشرده لما انت كنت بتعطي لصاحبتك او الكراش بتاعتك سندوتش اللانشون وهي كانت بتاخده منك، وقت ما تيجي تعطيها الورده تقوم سايبك وماشي. تخيل كمان معايا انك تقدر تشيل من دماغك يوم نتيجه الثانويه العامه لما انت كنت جايب مجموع ما يدخلكش حتى البلاي ستيشن. تخيل معايا يا صاحبي انك تشيل من دماغك كل ذكريات كراش الجامعه بعد ما فلستك خروجات وفسح ومشاوير وهدايا وفي الاخر احنا اصحاب. تخيل بقى ان كل ده تقدر تمسحه من دماغك على طول. بس بعيدا عن الهزار شويه الموضوع ده خطير جدا جدا يا جماعه. تخيل كده ببساطه كل المواضيع وكل الامور اللي انت بتحارب علشانها حد يتحكم في الشريحه بتاعتك ويمحيها بسهوله. تخيل انك اصبحت بلا هويه، تخيل انك اصبحت الانسان اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه، تخيل انك بقيت آلة عند الشخص ده. على قد ما الاختراع ده عظيم جدا الا انه برضه خطير جدا،
الله اعلم لو كل الكلام ده حقيقه الحياه هتبقى عامله ازاي. الله اعلم الحضاره دي هتبقى شكلها ايه ونهايتها هتبقى عامله ازاي، والتطور اللي جواها ده هيبقى شكله ايه. انت اكيد طبعا تقدر تشاركني بوجهه نظرك في الموضوع ده في الكومنتس تحت، بس خليني انا دلوقتي اقول لك وجهه نظري في الموضوع ده. الاكيد في التطور ده مش افاده البشريه بوجه عام ونيه خالصه كده يعني، لان المعروف عن ايلون ماسك انه الغرض دايما من استثماراته وكل افكاره ده هو مكاسب ماديه، والدليل على كده طبعا هو اخر استثماراته لما اشترى شركه تويتر وقال ان هو خلاص هيحرر الطائر المزعوم. بس على طول ايلون ماسك لاحظ ان الشركه بتخسر، حب يرجع في البيعه ويجيب ورا. بس على طول صحاب تويتر مسكوه من قفاه وقالوا له كده لا يا نجم معلش انت خلاص لبست، ما دام انت قدمت عرض واحنا قبلناه ما عادش ينفع ترجع في البيع. بدأوا يرفعوا على ايلون ماسك حبه قضايا كده وكتبوها طبعا، وايلون ماسك قام راح اشترى تويتر غصب عنه. تخيل كل ده بيطلع من اغنى راجل في العالم. بس الغريب اكتر ان هو اول ما مسك الشركه قام راح مسرح نص الموظفين اللي فيها. اكيد الموضوع ده من وجهه نظرك هو غريب، بس من وجهه ايلون ماسك مش غريب خالص. الموظفين دول بياخدوا مرتب، فاحنا عايزين نوفر المرتب ده فنسرح الموظفين. هتقول لي اكيد مش الموضوع الصغير ده يعني هو اللي بيدل على نيه الراجل. هقول لك الصراحه عندك حق، بس في حاجه حصلت من كام يوم بدات تصحي الموضوع ده في عقول الناس شويه. ايلون ماسك يا جماعه كان بيضغط على عمال شركه نيورالينك بطريقه غريبه جدا، لدرجه انهم بيقولوا ان الحاجه مثلا اللي تحتاج سنتين يقول لهم لا هي تخلص في سنه واحده بس. وللاسف الموضوع ده كان بيعمل ضغط كبير جدا على عمال شركه نيورالينك، واحنا عارفين ان اي ضغط لازم يخلف ضحايا، والضحايا في الموضوع ده كانت الحيوانات. تقرير اتنشر في جريده رويترز، مجموعه من العمال والموظفين اللي بيشتغلوا في شركه نيورالينك راحوا وقالوا فيها لجريده رويترز ان حوالي 1500 حيوان اتقتلوا في التجارب اللي مشهوره في شركه نيورالينك. الرقم بتاع 1500 ده يا جماعه رقم تقريبي، لان شركه نيورالينك ما بتحتفظش بالسجلات بعدد الحيوانات اللي بتتقتل. الموظفين يا جماعه بيقولوا ان تكرار فشل التجارب هو السبب في مقتل الحيوانات دي، لان ببساطه صاحب الشركه ايلون ماسك ضغط عليهم علشان يخلصوا بدري، فبالتالي ما كانوش بيلحقوا يحللوا التجارب السابقه، فبالتالي كانوا بيغلطوا في الحاجه مره واثنين وثلاثه، فالحيوانات كانت بتموت بعدد اكبر. وكمان يا جماعه في حبه رسائل صوتيه وكمان ايميلز بتاكد الموضوع ده، وكمان ايلون ماسك والمديرين التنفيذيين رفضوا انهم يعلقوا على الموضوع ده. واكيد يا جماعه مش الموضوع ده هو اللي يوقف ابحاثهم او يوقف كل المشاريع اللي هم مستمرين فيها، لان في القوانين الامريكيه مش متحدد عدد معين لكميه الحيوانات اللي المفروض تتقتل علشان يوقفوا بحث معين او يوقفوا مشروع، فبالتالي الموضوع هيفضل مكمل. اخرهم يعني حبه غرامات خايبه كده والموضوع هيكمل عادي. بس الموضوع ده يا جماعه بياكد على قد ايه ان الموضوع ده كله كده على بعضه تجاره، والمستهدف منها طبعا هو الزبون، مش خدمه للبشريه زي ما هم بيقولوا يعني. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. انا كريم الشواف، وي ار ذا